مباراة المغرب وهولندا لم تكن مواجهة كروية عادية، بل أعادت فتح نقاش قديم ومتجدد حول الهوية والانتماء. فعدد من نجوم المنتخب المغربي ولدوا وتكونوا رياضياً في هولندا، ولكنهم اختاروا تمثيل المغرب والفوز باسمه. فبينما يرى في هذا الأمر قوة للمشروع الكروي المغربي وما يربطه بأسئلة الهوية والاندماج في أوروبا، يبقى السؤال: هل كرة القدم أصبحت مرآة تعكس تحولات أعمق من الرياضة نفسها؟ انتصار أسود الأطلس على الطواحين الهولندية انتصار كروي فقط أم انتصار هوية؟ هذا هو موضوعي، وأرحب بضيفي معي من أمستردام السيد أنس بن ظريف الصحفي المختص في الشأن الهولندي، وأيضا أرحب بضيفي من استديوهاتنا في برلين السيد روب سافلبيرغ الصحفي والخبير في الشأن الهولندي أيضا، ولاحقا ستكون لدينا مداخلة من الرباط مع السيد نور الدين آية علي المحلل والمعلق الرياضي. هلا بكما معي في هذا النقاش. سيد بن ظريف، أبدأ معك. مباراة المغرب وهولندا لم تكن للكثيرين صراحة مباراة عادية، هي حماسية وأيضا فوز مستحق، ولكنها كانت عميقة. هي مواجهة قيل بين هويتين وانتمائين. حتى بعض وسائل الإعلام الناطقة بالهولندية وصفت المباراة بأنها مواجهة الوطنين. هل يعكس هذا الوصف فعلا مشاعر أبناء الجالية المغربية من وجهة نظرك وأنت في عين المكان؟ شكرا على هذا التقديم. أعتقد أن هذه القضية ليست قضية صراع هوياتي، ولكن هي يعني luxury problem، يعني هو يعني انتماء مزدوج. مثلا لو طبقنا هذه الأشياء على أولادي الذين ينتمون إلى الجيل الثالث، يعني تقريبا أو كلهم جلهم كانوا مع المغرب، يعني القلب يميل إلى المغرب والعقل ربما يميل إلى هولندا. وهذا ينطبق كذلك على بعض اللاعبين الذين يعني للفضل للكرة الهولندية في تطورهم ووصولهم إلى مستوى راقي. يحتم عليهم بعض المرات الأمر أنهم يختاروا ما بين هولندا أو يختاروا ما بين المغرب. الآن يعني الأغلبية، وأنا رأينا في الماضي أن أغلب اللاعبين الهولنديين ذو الأصول المغربية كانوا يختاروا هولندا مع بعض الاستثناءات كحكيم زياش. الآن العكس، يعني المغرب أصبح قوة مغناطيسية يجلب اللاعبين الذين من الجيل الثاني والجيل الثالث. وهذه نظرية حتى سوسيولوجية في قضية توطين المهاجرين، ما يسمى بالهوية الجيل الثالث الذي يعود إلى الجذور بعد مدة من الزمن. قيل بأنها هجرة عكسية هذه المرة، يعني ليس الذهاب إلى الجنسية الأخرى بل الذهاب إلى الأصل والعودة إلى الهوية الأصلية. سيد